قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ومش هطول عليكم، يلا نبدأ المسلسل بتاعنا. بتبدأ أحداث المسلسل مع كيونج، وبنلاحظ إن هو جيمر ومهووس بالألعاب الأونلاين، وكان مركز جدا في اللعب ومش عاوز يخسر مهما حصل. وفعلا صاحبنا في النهاية قدر إن هو يكسب، لكننا بنلاحظ إن في نفس الوقت ده حد طالع على السلم، وواضح كده إن الحد ده مش عاوز كيونج يسمعه، والخطوات قربت جدا من الأوضة اللي كيونج فيها. بس على آخر لحظة كيونج سمع صوت خطوات وعارف إنها تبقى أمه، وكان متأكد إنها لو شافته بيلعب ومش بيذاكر وقعته هتبقى سودا وهتعمل منه بطاطس محمرة. وعلشان كده في ثانية إلا ثانية كان مغير كل حاجة في الأوضة، وكمان مرتب الدنيا وكأنه بيذاكر. والواضح كده إن الموضوع ده مش عندنا إحنا بس. وأمه دخلت عليه الأوضة وقدر يقنعها فعلا إن هو بيذاكر بقاله وقت طويل جدا، لدرجة إن أمه طلبت منه إن هو يرتاح شوية، وقالت له كفاية عليك قوي كده النهاردة. وبنشوف بعد كده شي واللي بتبقى أخت كيونج، وبنلاحظ إن العلاقة بينهم مش أحسن حاجة، وده لأن كيونج معظم الوقت بيضايقها وبيرخم عليها. وبعد شويه كيونج نزل يشتري شويه حاجات، واتفاجئ وهو ماشي بمجموعه شباب زمايله في المدرسه، وكانوا بيضربوا واحد صاحبه معاه برضه في نفس المدرسه. بس كيونج مش عاوز يدخل نفسه في حوارات، وعلشان كده عمل نفسه مش من هنا. بس الكومندان بتاع العيال دي شافه وثبته، ورغم ان كيونج قرر يخلع فضل يجري منهم، لكنهم قدروا يمسكوه في الاخر. واصيع واحد في الشله دي اخد منه الحاجات اللي كانت معاه، وكمان قلبه في المحفظه بتاعته، واللي يتاخد منه محفظته يبقى اتاخد منه حاجات تانية يا عزيز المشاهد. ولما عرف ان كيونج مش معاه فيزا ضربه وقال له المره الجايه لازم تكون معاك. وبعد اللي حصل ده كيونج رجع البيت، وكان واضح طبعا على وشه ان هو مضروب. ولما امه واخته سالوه عن اللي حصل كدب عليهم، وكمان قال لهم ان دي حادثه بسيطه. وكيونج صاحبنا كان متعود ان هو يزوغ من المدرسه كل يوم، ومضيع كل وقته حرفيا على الجيمنج، وعلشان كده كان بيقضي اليوم كله على الكافيه القريب من المدرسه. وفي يوم كان قاعد بيلعب زي عادته، فجاه لقى رساله من امه وسالته ان كان في المدرسه ولا لا. وساعتها طبعا كيونج كدب عليها، بس امه وقتها فاجئته وقالت له انها رايحه له على هناك. فصاحبنا خد نص دقيقه تقريبا على ما استوعب اللي بيحصل، وبعدها خدها جري لحد المدرسه بعد ما اتاكد ان امه رايحه على هناك فعلا. بس كان متاخر جدا لان امه في الوقت ده كانت قاعده مع المدرسه بتاعته. ولاحظنا من كلام ام كيونج انها واخده فكره غلط عن ابنها اللي بيحاور عليها دايما، وكمان ناقل لها صوره ان هو واحد من اشطر الطلاب في المدرسه، واللي كان مخلي امه متاكده من ده ان كل شهر كان بيديها الشهاده اللي فيها درجاته. وفعلا الدرجات كانت عاليه جدا، لكن لما امه واجهت المدرسه بالكلام ده وقتها المدرسه ورتها الحاجات الدقيقه، وعرفتها ان ابنها افشل طالب في المدرسه. ورغم ان ام كيونج حاولت في البدايه ما تعرفش كيونج باللي حصل، لكنها ما قدرتش تمسك نفسها واتنرفزت عليه في نص الشارع وفضلت تهزقه. وطبعا صاحبنا كان يستاهل كل ده. وفجاه جالها تليفون من قسم الشرطه وعرفت ان شي هناك، وده علشان عملت مشكله مع بنات تانيين واتخانقت معاهم. ام كيونج رياكت انا هلاقيها منك ولا من اختك. وطبعا وقتها كيونج كان مبسوط جدا لان امه هتتشغل شويه مع شي. وبعد ما خلصت قصه بنتها اتفاجئت بتليفون من عمه كيونج اللي كانت عايشه معاهم، وبنعرف ان اسمها سو كمان. وام كيونج في الوقت ده كانت حاسه ان اليوم كله مشاكل وكعبله، وفعلا طلع عندها حق لان سو كانت اساسا متصله بيها علشان تعرفها ان الترابيزات والحاجات بتاعتهم في ناس جم كسروها. فاون حاولت تكون متماسكه ورجعت البيت، ولما شافت اللي حصل حست ان ده خلاص ما بقاش المكان المناسب اللي يعيشوا فيه، وعلشان كده قرروا يسيبوا المدينه كلها ويعيشوا في مكان ريفي. ورغم ان الفكره كانت غريبه شويه، لكن اون كانت مصممه عليها، واتحركوا فعلا للمكان الجديد واللي عرفنا ان ام اون عايشه فيه. بس لما وصلوا لاحظنا قد ايه العلاقه بين اون وامها مش احسن حاجه خالص، وده لان اون طول السنين اللي فاتت ما كانتش بتسال عليها. وكيونج اول ما وصل للمكان الجديد شاف بنت جميله متعلقه على شجره وكانها ميته، لكنه ما استغربش، وده لانه عارف ان في شباب كتير من الاماكن الريفيه بيحبوا يعملوا كده. وام فضلت سايباهم بره البيت رغم ان الجو كان برد جدا. وكيونج وشي حسوا ان هم مش قادرين يستحملوا البرد، وعلشان كده حاولوا يوقفوا اي تاكسي لحد ما اخيرا في تاكسي وقف لهم. لكن كيونج اتفاجئ ان جوه التاكسي نفس الشله الفاسده اللي ضربوه قبل كده، والشباب دولت فضلوا يطردوه لحد ما زنقوه عند تابوت بتاع ميتين، وساعتها حبسوه جواه وقفلوا عليه كمان. شله عيال متنمره عايزه الولعه. فاون امه بلغت الشرطه اللي وصلوا بسرعه وقدروا يحلوا المشكله وانقذوا كيونج. وساعتها جدته قررت تدخلهم جوه البيت. ورغم ان كيونج كان حاسس ان هو هيرتاح شويه من حوار المدرسه ده، لكنه اتفاجئ ان امه كانت مظبطه كل حاجه، واسمه اصلا بقى في مدرسه جديده موجوده في مكان مش بعيد عن بيت جدته. وعلشان كده كيونج كان مضطر يركب الباص بتاع المدرسه مع اخته شيو. واتفاجئ ان البنت الجميله اللي شافها اول ما وصلوا موجوده معاه في نفس الباص، ووقتها حس ان هو لازم يكلمها. وعلشان كده اول ما جت المحطه اللي البنت هتنزل فيها كيونج قال لاخته ان هم لازم ينزلوا بسرعه. وبنعرف ان البنت دي اسمها كيم، وكمان بنعرف انها كانت متعوده تروح عند الشجره دي مع ابوها وهي صغيره، بس بعد ما ابوها مات بقت متعوده تروح هناك لوحدها. ورغم ان الموضوع ده مؤثر جدا عليها لانه بيفكرها بابوها. وعرفنا كمان ان علاقتها بامها مش كويسه خالص، ومعظم الوقت مش عايشين مع بعض كمان. وكل مشكله كيونج دلوقتي ان هو كان عاوز يخلص
من شي، وفجأة جاله الحل. وده لما عدى عليهم واحد كان باين من الزي بتاعه ان هو زميلهم في المدرسة، وعرفنا ان اسمه باركو وان فعلا معاهم في المدرسة، وكانت معاه العجلة بتاعته علشان كده عرض عليهم يوصل حد فيهم. وقتها كيونج طلب منه يوصل شي، وطبعا هو ما كانش عاوز يروح المدرسة اصلا، وعلشان كده فضل يدور على اقرب كافيه ممكن يلعب عليه الجيمز اللي هو مجنون بيها، لحد ما لقى فعلا. بس قبل ما يدخل الكافيه اتفاجئ بواحد لابس لبس الجيش، اداله رسالة ساعتها وطلب منه يوصلها لحد. بس رغم ان كيونج اخد الرسالة لكنه دخل الكافيه وطنش اي حاجة تانية. اما شي بقى صاحبتنا فوصلت للمدرسة، والمدرس قدمها لزمايلها وبدأت نسبيا تتعود على الجو. وعرفت بعدها ان الطلبة في المدرسة دي متعودين على حاجة غريبة شوية، وهي انهم كل فترة بيدخلوا جوه توابيت وكأنهم ماتوا، وكل واحد منهم يفضل يفكر في الحاجات اللي عاوز يظبطها في حياته. وبعد ما بيخرج بيقول لنفسه انه لسه عنده فرصة يبدأ ويظبط كل حاجة. وكيونج كان منطلق على الكافيه ومكبر دماغه من اي حاجة، بس فجأة خرج من المكان واتفاجئ بامه اللي بقت خلاص حاسة ان ابنها مفيش فايدة منه. وطبعا بالشكل ده بقت متأكدة ان هو مزوغ من المدرسة، لكنه فضل كالعادة يحور عليها. وبعد ما كيونج مشى من المكان اتفاجئ ان الرسالة اللي كانت معاه مش موجودة، وعلشان كده اضطر يرجع للكافيه وفضل يدور عليها لحد ما لقاها. وقدر بعدها يوصل الرسالة لصاحبتها اللي فرحت جدا لانها جاية من حبيبها اللي كان بيدعمها في وقت هي تعبانة فيه، وكمان بيعرض عليها الجواز. وكيونج بقى مضطر يروح المدرسة، لكن حوار التابوت ده ما كانش جاي معاه خالص، وعلشان كده المدرس المسؤول عن الحوار ده قال له ان ده قراره وهو مش هيجبره. وكيونج طبعا كان متضايق جدا من الوضع الجديد، خصوصا لانه ما بقاش قادر يعيش زي الاول. والحاجة الوحيدة اللي كانت مفرحاه ومشجعاه شوية يروح المدرسة هو ان عرف ان كيم معاه في نفس الفصل. وشيو نفسها ورغم انها كانت مختلفة كتير عن اخوها، بس بدأت تحس ان العيشة في الريف مش احسن حاجة، خصوصا مع طبع جدتها الصعب ده، غير ان مفيش مكان يقدروا يخرجوا فيه كمان. وحتى لما في يوم قرروا يغيروا جو بعد ما بارك قال لهم على مكان كويس، حسوا ان المكان ممل جدا ومتبسطوش. ومع الوقت كيونج حاول يفكر بطريقة مختلفة شوية، وعلشان كده قرر يتابع الموضوع بتاع جواز الضابط مع البنت اللي هو وصل لها الجواب بنفسه. ولبس بدلة شيك كده وحضر مراسم الزفاف، واخد اسرته معاه، والموضوع فعلا كان مبهج ومليان مشاعر. فصاحبنا وقتها حس ان في حاجات موجودة في الدنيا اهم من الجيمنج، وبدأ يحاول يبقى متحمل للمسؤولية شويتين. وقوم بدأت تدور على شغل لان الفلوس اللي معاها خلاص كانت هتخلص، بس الموضوع كان صعب، وده لان فرص الشغل في الريف اقل بكتير من المدن. ورغم ان صاحبنا اتحسن شوية، بس طبعا ده ما يمنعش انه كان من وقت للتاني بيبقى عاوز يرجع لعادته القديمة. وامه اخيرا قدرت تلاقي شغل بعد ما دورت فترة، وفي النهاية اشتغلت في مستشفى، بس طبعا لانها جديدة في الموضوع مهمتها كانت التنظيف. وفي يوم كان معاها حاجات تقيلة ومش قادرة تشيلها، واتفاجئت ان في مريض شكله غريب شوية كان مصمم ان هو يساعدها. والمريض عمل كده فعلا، ولما اون شافت الدكتور المسؤول عنها سألته عن المريض ده، وساعتها الدكتور عرفها ان اسمه جاي، وان هو مريض كانسر بس بدأ يتعافى. والاشاعات بدأت تكتر حوالين كيونج في المدرسة، وطبعا لما شي سمعت الكلام ده صممت تدافع عن اخوها. وفي يوم كيم سألت زمايلها لو حد معاه رقم كيونج، وفعلا اخدت الرقم. وبعد شوية راحت الأوضة اللي شي موجودة فيها وبدأت تتكلم معاها عن كيونج، وسألتها لو فعلا كيونج اتنقل للمدرسة دي لانه متنمر وضايق زمايله في المدرسة القديمة ولا لا. بس طبعا الكلام ده ضايق شي، وقالت لها ان دي مجرد اشاعات وبس. وكيونج بعد كده عرف ان في واحد اسمه يونج، وده يعتبر الكبير بتاع المدرسة، ومتحدي في قتال علشان يعرفوا مين فيهم الاقوى. والغريب ان كيونج راح فعلا للمكان اللي يونج حدده، لكن لما يونج طلب منه ينزل على ركبته وقتها كيونج عمل كده فعلا. وطبعا بعد ما الحوار ده حصل معظم الطلاب اللي كانوا فاكرين كيونج شقاوة قديمة بقوا متأكدين ان هو غير كده خالص. واون حكت لسو على الحوار بتاع جي وكانت مستغربة من الموضوع. وبعدها اون طلبت منها تروح المدرسة مكانها لانها مش فاضية تتابع كيونج. والتاني يوم في المستشفى اون لاحظت ان جي مركز معاها جدا، وفجأة قرب منها وادالها تليفون وطلب منها تتصل بواحدة عرفنا انها امه. وبمجرد ما امه سألت عليه وحس انها مهتمة بيه وقع على الارض وفقد وعيه. وطبعا ام كانت مستغربة كل اللي بيحصل وحست انها بدأت تتعاطف معاه. وشفنا جي بعد كده وهو في اوضه جوه المستشفى بعد ما الدكاتره ادوله مهدئ، وعرفنا من كلامه اللي كان عمال يقوله وهو مش فايق قوي ان هو ساب البيت من 35 سنه تقريبا، ومن يومها هو ما شافش امه وما كانش عنده الجرأه ان هو يرجع بعد كده. وام كانت سامعه اللي بيتقاله، طبعا الموضوع كان مؤثر عليها جدا لدرجه انها بمجرد ما طلعت من الاوضه اتصلت بامها وكانت حاسه بقيمتها، وفضلت تقول لها قد ايه هي بتحبها. وفي نفس الوقت ده كيونج وصل للمستشفى لكنه لقى المشرفه بتاعت امه عماله تزعق لها، وكمان قالت لها ان ممنوع بعد كده تعمل اي حاجه لاي حد من المرضى بدون اذن. وقتها كيونج ما حبش يظهر علشان ما يسيبش احراج لامه. واكتر حاجه كانت مضايقه كيونج غير نظام المدرسه هو انه ما بقاش لاقي اي فلوس علشان يروح الكافيهات او عشان يلعب اي جيمز من اللي هو كان بيحبها. وعلشان كده لما بارك عرض عليه شغلانه وقتها كيونج وافق على طول، مع انها كانت شغلانه غريبه وصعبه جدا، وده لانهم المفروض هيشتغلوا في المشرحه وهيبقوا مسؤولين عن تغسيل الجثث. وكيونج راح الشغل لاول مره والموضوع كان صعب جدا، واللي صعبه اكتر لما شاف صباع رجل الجثه بيتحرك، وساعتها طبعا فقد وعيه وما بقاش داري
اي حاجه حواليه. وبعد اليوم الصعب ده كيونج بدا يجيله كوابيس كل يوم تقريبا، وعلشان كده حاول على قد ما يقدر يبعد عن الموضوع ده خالص، وحس بعدها بالذنب لانه شاف الشله الفاسده وهم بيضربوا واحد ملوش اي ذنب وفضل ساكت. وعشان يريح ضميره ركب الباص ورجع للمكان القديم اللي كان ساكن فيه، وهناك دخل قسم الشرطه وبلغ عن كل حاجه شافها. وبعد ما خلص من الشوط فاجئ برساله على الموبايل من رقم هو مش مسجله، وبنعرف ساعتها انها كيم اللي قابلته واخدته معاها على الموتوسيكل بتاعها ورجعته لحد بيته. وكيونج رغم انه كان مبسوط من اللي حصل لكنه بقى مستغرب جدا. وشي هي كمان بدات تعجب ببارك، ولاحظنا ان كيونج واخته ما اخدوش وقت طويل علشان يندمجوا مع باقي زمايلهم، وفعلا امورهم بدات تتحسن في المدرسه كتير. وكيونج وشي الاخوات عرفوا ان زمايلهم عاوزين يعملوا عرض للمدرسه، ولكن الموضوع كان صعب عليهم، وده لانهم مش كلهم موهوبين في نفس الحاجه. وبسبب كده كيونج استجمع شجاعته وقرر يتكلم مع كيم اللي عارف انها بتعرف ترقص كويس. وفعلا راح قال لها، ورغم ان كيم كانت مستغربه الموضوع في البدايه لكنها وافقت علشان كيونج ما يزعلش، وبداوا كلهم يتدربوا مع بعض فعلا. وبعد وقت قليل قدروا يبقوا فريق ناجح ومستواهم اتحسن كتير خالص. لكننا برضه لاحظنا ان في كام واحد من الفرقه غيرانين جدا من كيم، وعلشان كده كانوا دايما بيحبطوها وبيقولوا لها انها مش بتعرف ترقص خالص. وفي يوم كيم حست انها جابت اخرها من التعليقات السلبيه دي، وعلشان كده عرفتهم انها مش هتكمل معاهم في الفريق وطلبت منهم يكملوا من غيرها. ومن جانب اخر بقى اون كانت لسه مهتمه جدا بالموضوع بتاع جو بيست لدرجه انها حكت لامها عليه. وقتها امها من اهتمامها بالموضوع راحت معاها المستشفى وبدات تتعامل مع جي وكانه ابنها علشان يعدي الوقت الصعب اللي كان فيه. وكيونج قرب اكتر من بارك وبقوا صحاب جدا. ولاحظنا كمان ان كيونج اتفاجئ لما عرف ان بارك امه ميته من زمان، ورغم ان حياه كونج وشي مع جدتهم بدات تستقر، بس في يوم مفاجاه كده من غير اي مقدمات شي اتضايقت، وده علشان جدتها غيرت تنظيم الهدوم بتاعها واتكلمت معاها بطريقه بايخه كده وفضلت تزعق. وحتى لما مامتها اتكلمت معاها وقتها شي رفضت تسمع من حد وفضل صوتها عالي، ودي حاجه خلت جدتها تتعب جدا. ولاحظنا كمان ان كيونج بدا فعلا يتغير وبقى قد المسؤوليه، وعلشان كده خرج اخته من الاوضه وفضل يهدي جدته. وام فضلت تزعق لشي اللي طلبت منها ما تزعقلهاش وفضلت تعيط. ومن جانب اخر بقى كيونج اتكلم مع كيم في المدرسه وطلب منها ترجع الفرقه مره تانية، وقال لها انها كانت احسن واحده فيهم وانهم غيروا الاغنيه بتاعه العرض مخصوص علشانها. ورغم ان كيم كانت قافله من كل اللي في العرض اساسا لكنها وافقت ترجع علشان خاطرها. ولاحظنا قد ايه كيم متعلقه جدا بابوها رغم انه مات من سنين بعيده، وشفنا التعلق ده لما رجعت البيت وكانت بتتكلم مع صوره ابوها وبتعرفه بكل حاجه بتحصل في حياتها وكانه لسه موجود معاها. وفي المستشفى بقى عرفنا ان جي حاول يخلص على نفسه وشرب مبيد حشري، وده حاجه خلت الدكاتره متضايقين منه جدا، لكنهم راعوا حالاته وفضلوا ينصحوه بهدوء. وجده كيونج عرفت باللي حصل وعلشان كده راحت المستشفى بسرعه وفضلت تنصح جي. وكمان اتكلمت مع حفيدها كيونج وطلبت منه يرجع البيت بسرعه ويجيب شويه وصفات طبيعيه من هناك علشان جي يبدا ياكل وحالته تتحسن. ووقتها كيونج حس انه مش هيقدر ينجز المشوار ده بسرعه غير لو كيم اخدته معاها على الموتوسيكل بتاعها، وعلشان كده بعت لها رساله بسرعه وقال لها بالله عليك الحقيني ووصليني البيت. فصاحبتنا ما صدقت واخدت كيونج ووصلته للبيت، وهناك كيونج اخد الوصفات اللي جدته قالت عليها ورجع المستشفى بسرعه. وجي اتاثر جدا وبدا ياكل وحالته اتحسنت خالص. وهو في المستشفى جده كيونج شافت كيم وتعرفت عليها، وبعد ما الجده مشت كيم اتكلمت مع كيونج وقالت له ان جدته هي اللي مربياها اساسا، لكنها اكيد مش فاكراها لانهم ما شافوش بعض من ايام ما كيم كانت طفله صغيره. وفجاه كده ومن غير اي مقدمات كيم بعتت رساله لكيونج وسالته فيها لو انت عايز ترتبط ولا لا، وده خبط لازق كده من غير اي مقدمات. الموضوع ده بيبقى له تمهيد يعني. وطبعا كيونج مجرد ما شاف الرساله حس ان ضربات قلبه زادت جدا، وده لانه اساسا كان بدا يعجب بيها وبيفكر فيها طول الوقت. بس ورغم كده لكنه في البدايه كان مكسوف يجاوب عليها. ولاحظنا قد ايه علاقه كيونج بجدته بقت حلوه جدا، وفي نفس الوقت شي حاولت تبقى بعيده عن البيت على قد ما تقدر، وعلشان كده اشتغلت في مول جنب دراستها. وفي يوم شفنا كيونج وشي وهم عند المدير بتاع المدرسه، وعرفنا ان هو بيناقشهم في المشاكل الكتير اللي عملوها من اول ما وصلوا. والمدير استغرب جدا، وده لان اسم والد كيونج مختلف عن اسم والد شي. ولما سالهم عن الحوار ده وقتها كيونج قال له ان هم كانوا مضطرين يعملوا كده، وده لان ابوهم الحقيقي مفقود من 12 سنه بعد ما كان في منطقه حرب خطيره. وعرفنا ان والد كيونج وشي دكتور في الجيش اصلا. ولما اداره المدرسه سالت عن الموضوع عرفوا فعلا ان هو كان واحد من اكتر الناس المخلصه في شغله، بس للاسف من سنين بعيده محدش يعرف عنه اي حاجه. وجده كيونج بقت فعلا بتتعامل معاه على انه رجل مسؤول، لدرجه انها كانت بتاخده معاها عند صاحبتها اللي كانت تعبانه شويه، وعلشان كده جده كيونج كانت بتروح علشان تخلي بالها منها. وفي يوم صاحبه جده
كيونج صممت تديله فلوس رغم ان هو كان رافض الفكره تماما، بس في النهايه اضطر ان هو ياخد الفلوس فعلا وقال لها ما كنتش تحلفي. ولاحظنا قد ايه هو بقى ناضج وما بقاش بيصرف كل الفلوس اللي تجيله على الكافيهات والجيمنج، وقرر بعدها ان هو يتكلم مع كيم ويعترف لها ان هو معجب بيها، وراح المدرسه وهو ناوي على كده. لكن شي كانت قطع عليه وقررت تعمل معاه ابوخ موقف ممكن يتعمل في حاجه زي دي، وعلشان كده لبست سويت شيرت زي اللي كيم بتلبسه وفضلت مديه ظهرها لاخوها. ولان كيونج كده خجول راح وقف ورا شي وهو فاكرها كيم طبعا، وبدا يتكلم ويقول كل اللي جواه. وقتها شي بدات تسجل كل اللي بيقوله، وبعد ما كيونج خلص شي عرفته انها مش كيم وفضلت تهدده انها هتسيح له بالتسجيل اللي معاها. ومش بس كده، لكن شي كمان راحت لكيم وسمعتها كل حاجه كيونج قالها، ورغم ان الموقف كان بايخ بس لاحظنا ان كيم اتبسطت جدا بكل الكلام اللي سمعته. وكيونج قرر بعد كده انه بالفلوس اللي معاه يفسح كيم فسحه حلوه ويقول لها كل اللي عاوز يقوله براحته. اتقابلوا فعلا، بس قبل ما يعملوا اي حاجه ويعرفوا هيروحوا فين كيونج اتفاجئ باتصال من اخته، وكانت منهاره وعماله تعيط. وقتها كيونج نسى اي حاجه وجرى بسرعه على المول اللي شي شغاله فيه، وعرف هناك ان في زبونه اتعاملت معاها بشكل وحش جدا. وطبعا كيونج اتضايق ودخل المول وفضل يزعق للزبونه وجاب حق اخته، لكنه استغرب جدا بعد ما خرج من المول لانه لقى كيم متغيره معاه، واليوم قفل بالنسبه لها خالص. ولما سالها عن السبب قالت له انها هتجاوبه بصراحه وعرفته انها غيرانه، وده بسبب ان ما عندهاش حد تتحامى فيه ويجيب لها حقها زي ما كيونج عمل مع اخته. هو في المستشفى اون شافت جي وهو متشيك ولابس بدله، وعرفت ان امه الحقيقيه قررت اخيرا تروح المستشفى وتشوفه، وعلشان كده جي كان في اليوم ده متوتر جدا. وبعد شويه امه وصلت وجي دخل الاوضه اللي هي فيها، والموضوع كان مؤثر جدا وهما الاتنين فضلوا يعيطوا وهم حاضنين بعض. بس انا ما اتاثرتش الصراحه يا عزيزي المشاهد. وكيونج حاول يعوض كيم عن الموقف البايخ اللي حصل معاه، واتفقوا مع بعض ان هما يقضوا يوم سوا على البحر. وكيم وافقت، بس في اليوم ده ما راحت لها وفضلت تلومها وقالت لها انها عرفت من اداره المدرسه ان كيم ما بقتش منتظمه قوي في الدراسه زي الاول، لكن كيم بسبب علاقتها اللي مش احسن حاجه مع امها طلبت منها ما تتدخلش في اي حاجه. وكيونج اضطر يقضي اليوم لوحده، وبعد ما اليوم خلص كان عارف ان هو اكيد هيلاقي كيم عند الشجره، وفعلا لما راح هناك لقاها واتكلم معاها وقال لها ان هو معجب قوي بيها وموافق يرتبطوا، وقال لها كمان انها من اللحظه دي غلاوتها زي غلاوه اخته، ولو في اي وقت احتاجته اكيد هتلاقيه جنبها. والصاحب الجد كيونج ادت له خاتم غالي قوي وطلبت منه يخليه معاه، ورغم ان كيونج كان رافض بس اضطر ياخده، وده لان بنت الست دي جت تزورها. ووقتها حصلت صدفه غريبه جدا، ولان كيونج اكتشف ان بنت الست دي تبقى هي نفس الزبونه اللي هو عمل معاها مشكله لانها زعلت شي. كيونج قرر يعمل حركه رومانسيه، وتاني يوم وهو قاعد مع كيم حاول يلبسها الخاتم، بس سحبت ايديها بسرعه واتوترت، والمشكله وقتها ان الخاتم وقع. وكيونج فضل يدور عليه وقت طويل بس مفيش فايده وما قدرش ان هو يلاقي الخاتم. ومن جانب اخر شي حست انها مزعله جدتها وما كانتش حابه الموضوع ده يطول، بس كانت مكسوفه تتكلم معاها على طول، وعلشان كده كتبت لها ورقه وسابتها لها ومشيت. وكيونج فضل متضايق جدا لوقت طويل بسبب الحوار بتاع الخاتم. والمشكله كمان لما عرف ان الخاتم اساسا ما كانش بتاع صاحب جدته لكنه بتاع بنتها. والمشكله الاكبر كمان ان بنتها في يوم راحت لها وسالتها عن الخاتم، ولما عرفت اللي امها عملته شدت معاها في الكلام جدا، بس لما اتكلمت معاها بطريقه وحشه امها اتضايقت وفضلت تزعق لها. وكيم في الوقت ده كانت حاسه بتأنيب ضمير، وبقت شايفه انها السبب في كل اللي حصل، لدرجه انها عملت سيرش على اسعار الخواتم علشان تشتري واحد غيره، لكنها لقت الاسعار غاليه جدا عليها. والسوق قدرت هي كمان تلاقي شغل كويس وتعاقدت كمدرسه. وعرفنا كمان ان عندها برزنتيشن في نفس المدرسه بتاع كيونج وشي، وراحت في ميعادها وكانت متوتره جدا. وفي نص الشرح وهي شغاله فجاه كيونج زعق بصوت عالي، وده لانه كان عمال يحسب هيحتاج يشتغل كام سنه علشان يجيب الخاتم، ولما اكتشف ان هو محتاج 14 سنه شغل كان متضايق جدا. وطبعا سو فشلت في انها تكمل البرزنتيشن، وكل ده بسبب اللي كيونج عمله، وعلشان كده زعلت منه جدا. وكيم قدرت توصل لحل كويس نسبيا، وده لانها راحت محل مجوهرات مش اصليه وعرضت على البنت اللي هناك نموذج قريب للخاتم اللي ضاع وطلبت منها تصممه. وكيونج قرر يواجه صاحب جدته ويعرفها ان الخاتم اللي هي ادته له ضاع وان هو مش قادر يلاقيه خالص، وقال لها ان هو هيبدا يشتغل لساعات طويله جدا كل يوم علشان يقدر يحوش فلوس الخاتم ويشتريه. لكنه استغرب جدا لما لقى صاحب جدته الموضوع مش فارق معاها اساسا، والمصممه بتاعت محل المجوهرات قدرت تعمل نسخه طبق الاصل من الخاتم اللي ضاع، لدرجه ان كيم اخذت الخاتم بعد ما دفعت فلوسه وبعتت صورته لكيونج، وقابلته بعدها وعرفته انها لقت الخاتم. ومن كتر ما الخاتم كان زي اللي ضاع بالظبط كيونج صدق. وكيونج وزمايله في الفتره اللي بعد كده بقوا مركزين جدا في العرض بتاعهم، وفعلا لاحظنا ان مستواهم بقى احسن من الاول بكتير. والظريف بقى في الموضوع ان جده كيونج كان ليها فقره في الحفله، وفعلا يوم الحفله عملت فقرتها والحوار كان مبهج جدا. وطبعا كيونج طول الوقت ده كان مصدق ان الخاتم اللي معاه هو نفسه اللي ضاع منه، وعلشان كده لما بنت صاحبه جدته جت تتكلم معاه في يوم وفضلت تقول ان هو بيقرب من امها علشان يقلبها في فلوس، وقتها كيونج مسح بكرامتها الارض واداها درس في الاخلاق. بس المشكله بقى هي ان في واحد كان دايما بيشوف كيونج وهو بيدور على الخاتم، وعلشان كده فضل يدور
في نفس المكان لحد ما لقى الخاتم الحقيقي. وكيونج عرض على صاحب جدته انها تاخد الخاتم المتقلد، لكنها طلبت منه يفضل مخليه معاه. وقتها كيونج عمل كده فعلا، ولما اتقابل مع كيم لبسها الخاتم. ما كانتش تعرف ان شي اشتغلت في مول، لكنها في يوم بالصدفه شافتها في مكان شغلها. والمشكله ان ده كان وقت دراسه، وطبعا بالشكل ده استنتجت ان بنتها بتزوج، واعتقدت ان المشاكل خلصت. لكنها اتفاجئت كمان ان كيونج وكيم قاعدين في نفس المول وخالعين من المدرسه. ومن جانب اخر بقى سو حالتها النفسيه كانت وحشه جدا بعد الحوار اللي حصل في مدرسه كيونج، وطبعا ما كانتش اساسا طايقه تشوف وش كيونج او شي. ورغم ان الحوار كان مضايق اون شويه، لكنها كانت مقدره حاله سو، وعلشان كده فضلت جنبها لحد ما اتحسنت. ولاحظنا ان معظم عيله كيونج بقوا عارفين ان هو مرتبط بكيم، وعلشان كده كيم بقى ضيف مرحب بيها دايما في البيت عندهم، خصوصا لانها كانت شخصيه جميله ومحبوبه من معظم اللي بيشوفوها. وكل حاجه كانت ماشيه كويسه لدرجه ان جد كيونج نفسها بدات تبقى واحده من شله اصحابه. بس في يوم كيونج عرف حاجه قفلته من كيم، وده لما يونج اداله الخاتم الحقيقي اللي كان ضايع وعرفه ان في حد لقاه. وطبعا في الوقت ده كيونج بقى متاكد ان كيم كدبت عليه، والشك بدا يدخل دماغه، وبقى محتار هي ممكن تكون كدبت عليه في ايه تاني. فصاحبنا واجه كيم باللي عرفه وفضل يلومها علشان هي كدبت عليه. بس كيم بدات تدافع عن نفسها وقالت له ان ما كانتش شاغله بالها غير بانه ما يكونش في مشكله، وعرفته انها حاولت تشتري الخاتم بس كان غالي جدا عليها، وعلشان كده اضطرت تخبي عليه انها اشترت خاتم تقليد. ورغم ان طريقه كيونج كانت شديده شويه، لكنه لما حس ان كيم كلامها فعلا مقنع اعتذر لها على طريقته، وحاول يكون الطف معاها في الكلام. واداره المدرسه كانوا حابين يعرفوا كيونج وشي معلومات عن ابوهم، وعلشان كده قدروا يوصلوا للدرجات اللي كان بيجيبها وهو طالب قدهم. ولما خلوا شي وكيونج يشوفوا الدرجات دي بقوا حاسين ان هم فخورين جدا بابوهم. بس ورغم ان كيونج صالح كيم، لكنها كانت حساسه جدا، وعلشان كده بعد ما الموقف خلص ما بقتش قريبه قوي منه زي الاول. وكيونج هو كمان لما حس ان كيم مرتاحه اكتر وهي بعيده عنه، علشان كده ما حبش يضايقها. بس الغريب بالنسبه له ان هو حس باعراض الحب، وبقى حاسس خلاص ان هو مش قادر يعيش من غير كيم خالص. وحتى الحاجات اللي كان بيستمتع بيها في وقت ما كيم كانت بعيد، الحاجات دي دلوقتي بقت بالنسبه له عاديه. وشي وبارك هما كمان قربوا من بعض اكتر وبداوا يبقوا معجبين اكتر، وسوء التفاهم البسيط اللي حصل قبل كده مع سو في المدرسه اتحل. وعلشان كده سو فعلا اتعينت، وعرفنا انها هتبقى المدرسه بتاعه الموسيقى. ورغم انها كانت خايفه من الموضوع في الاول، بس مع الوقت اتعودت على الطلبه. وفي يوم بدات تعزف على البيانو وغنت لهم كمان، وحست انها ما كانتش احسن حاجه. بس في الحقيقه كل الطلبه كانوا مبهورين بيها بما فيهم كيونج نفسه، لدرجه ان هم فضلوا يسقفوا لها وقالوا لها انها فعلا موهوبه، ودي حاجه فرحتها جدا. كانت بتحاول على قد ما تقدر تكون قريبه من شي. وعلشان كده في يوم عرضت عليها يخرجوا سوا كلهم، بس شي عرفتها انها مشغوله في دراستها والالتزامات اللي عليها في المدرسه، وعلشان كده خرجت مع سو وكيونج بس. وعرفنا ان شي رفضت تروح معاها علشان عايزه تروح تشوف بارك كل يوم. ونروح لأون اللي وصلت فعلا للمكان اللي كانت عاوزاه، وعرفنا انها نفس المدينه اللي كانوا ساكنين فيها قبل كده. واتقابلت هناك مع صاحبتها اللي بنعرف ان اسمها يين، واللي عرفنا انها بتتعافى من مرض صعب جدا. وكيونج استأذن امه وعرفها ان هو هيروح يلف شويه في المدينه. وقتها وافقت وطلبت منه يخلي باله من نفسه ويتصل بيها يطمنها عليه من وقت للتاني. بس بعد شويه كيونج اتفاجئ ان تليفونه مش معاه اساسا، وفضل يدور عليه بس من غير فايده. فضلت تتكلم مع يين وكل حاجه كانت تمام، بس فجاه يين وقعت على الارض وبقت تعبانه جدا. وقتها استخدمت الخبره اللي عندها في المجال الطبي وبدات تساعدها. ورغم ان يين كانت فعلا تعبانه، بس اكتر حاجه كانت شغلاها هي ان بنتها ما تحسش باي حاجه. وكيونج كان ماشي في شوارع المدينه وكل حاجه تمام، بس طبعا امه كانت اتصلت بيه كتير ومش عارفه توصل له. وفجاه وهو ماشي لقى كيم قدامه، والموضوع ده بالصدفه يعني مش المخرج اللي حطه في المسلسل. ورغم ان تقريبا ما بقاش في علاقه بينهم الفتره الاخيره، لكنه لما شافها ما قدرش ما يتكلمش معاها. وقعدوا مع بعض في مكان، وكيونج بدا يتكلم معاها ويعاتبها في اللي مزعله. وقتها كيم قالت له انها عارفه غلطها، وفكرتها بانها اعتذرت له قبل كده. وكيونج حس ان الكلام مش جاي معاها سكه، وعلشان كده سابها ومشى. بس فجاه لقى كيم حضناه من ظهره وبتقوله انها اسفه على اي حاجه زعلته. ووقتها بس كيونج حس ان هو فعلا اسعد واحد في الدنيا. ورغم ان كيم كان بقالها فتره كبيره مش بتروح المدرسه، بس بعد ما اتصالحت هي وكيونج رجعت من تاني تنظيم في المدرسه. وفي يوم المدرس سالهم عن راي كل واحد فيهم في الحب، ووقتها كل طالب قال الاجابه اللي شايفها مناسبه. ولما جه الدور على كيونج قال انه شايف ان الحب هو الحاجه اللي بتخلي الانسان يحس بالدفى، وكمان ان في حد مهتم بكل حاجه تخصه. يا عيني عليك يا كيونج يا محن انت. والكلام عجب كيم جدا، بس فجاه من غير اي مقدمات وقعت على الارض وفقدت الوعي، وانتقلت بعد كده للمستشفى. وكيونج فضل معاها، وكان دي اول مره يحس نفسه خايف. وفضل جنبها يومين، وفي يوم خرج من المستشفى علشان يتكلم مع مدير المدرسه. ولما رجع خاف جدا لان كيم ما كانتش موجوده في الاوضه، ولقى صورها مع ابوها. وفجاه بعتت له رساله على تليفونه اللي كان قدر يلاقيه، وعرف وقتها انها عند الشجره اللي بتحبها، وراح لها هناك واطمن انها بقت احسن. والدنيا بينهم رجعت رومانسيه اكتر من الاول، وكل حاجه بقت تمام. وفي المدرسه لاحظنا قد ايه بارك وشي بقوا متعلقين ببعض جدا. وجي كان لسه في المستشفى، ولاحظنا
ولاحظنا ان حالته مش مستقرة والدنيا مش احسن حاجة، بس الدكاترة كانوا دايما بيحاولوا يطمنوه ويحسسوا ان الدنيا هتبقى تمام. بس في الحقيقة ان اكتر حاجة كانت مضايقة جي في المستشفى كلها هي شاب في عمر كيونج تقريبا، وده لانه كان مغرور جدا لدرجة ان في يوم شاف جي قدامه وكان واقع على الارض ومش قادر يقوم، ومع ذلك ما ادالوش اي اعتبار، ودي حاجة ضايقت جي جدا وخلته يضرب الشاب ده. وفي يوم شي وبارك كانوا بيتكلموا مع بعض واتفاجئوا ان الشاب ده معاهم في المدرسة، وهم كمان كانوا متضايقين جدا من طريقته لانه دايما بيتعامل مع الناس وكانه محور الكون ومفيش حد غيره يعني. ورغم ان شي وبارك ما كانوش طايقين الشاب ده، لكنه لما تعب فجأة وقع على الارض طلعوا جدعان معاه ونقلوه للمستشفى، بس بسبب كده اتأخروا على المدرسة. وكيونج هو كمان كان رايح المدرسة متأخر في الوقت ده، وعلشان كده فضل يحور على مدير المدرسة ويقول له اي حاجة فارغة، بس مدير المدرسة ما اشتراش من الكلام بتاعه. لكن لما بارك وشي قالوا له سبب تأخيرهم المدير فتح باب المدرسة علشان يدخلوا، وساعتها كيونج طلع انصح منهم هما الاثنين ودخل المدرسة بسرعة وقفل الباب. وسو بدأت تتعود على جو المدرسة، ولاحظنا ان في حد من المدرسين بتوع المدرسة بقى صاحبها، وكيونج وكيم بقوا قريبين جدا من بعض هما كمان. ورغم ان كيونج بقى ناضج شوية بس برضه طرقعة المراهقة كانت لسه سايبة بصمتها، وعلشان كده في يوم حور على امه وقال لها ان هو رايح يذاكر مع واحد صاحبه وكمان هيقضي معاه اليوم ويرجع. بس الليل جه والوقت اتأخر وكيونج مرجعش برضه. وقتها شي عملت معاه واجب وقالت لامه ان كيونج كان بيحور عليها، وفي الوقت ده اساسا كيونج كان مع كيم ومكبر دماغه من اي حاجة تانية. ورغم ان الحوار كان بايخ ودمه تقيل، لكن جدة كيونج اتكلمت مع بنتها وطلبت منه تسيب كيونج يتصرف زي ما هو عايز لانه مش صغير. وطبعا ام كيونج اتضايقت من كلام امها وكانت شايفه ان المفروض كيونج ما يتصرفش التصرفات دي. بس في الوقت ده اساسا كيونج كان عايش حياته على الاخر وقاعد على الشاطئ مع كيم، ولاحظنا قد ايه هما بقوا بيحبوا بعض. وشفنا كيم بعد ما فتحت قلبها وبدأت بتتكلم مع كيونج وفضلت تحكي له عن ذكرياتها مع ابوها، ولاحظنا من كلامها قد ايه هي كانت بتحبه. ولحد دلوقتي ده ورغم انه ما بقاش معاها لكنها دايما حاسه انه حواليها، والكلام كان مؤثر جدا لدرجه انها عيطت. وفضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل والوقت سرقهم لدرجه ان النهار طلع وهم لسه بيتكلموا، وعلشان يسلوا وقتهم شويه بدأوا يصطادوا والدنيا بينهم كانت رومانسيه جدا. ورغم ان كيونج كان متاكد ان الدنيا لما يروح البيت مش هتبقى احسن حاجه، لكنه كان حاسس ان القعده مع كيم تستاهل اكتر من كده. وبعد ما خلص قعدته معاها فضل يتكلم معاها كلام رومانسي وقال لها انها احسن حاجه حصلت له في حياته، وان حياته قبل كده ما كانتش حلوه ولا ليها طعم. الواد ده محن وباين عليه خالص. ورجع بعدها البيت وحاول على قد ما يقدر ما يعملش دوشه وهو داخل، لكن فجاه الشنطه اللي معاه وقعت، وطبعا امه وقتها صحيت من النوم، واول ما شافته اتضايقت منه جدا وفضلت تجري وراه لدرجه ان كيونج اضطر يسيب البيت ويطلع جري بره. وقتها شي وبارك شافوه طبعا شكله كان مضحك جدا واتاكدوا انه اكيد مضايق امه في حاجه. والسو بدات تاخد وضعها في المدرسه وشفناها وهي بتراقب على الطلبه في الامتحان، والمشكله ان كيونج كان نايم جوه لجنه الامتحان وعلشان كده سو صحته. لكننا لاحظنا ان كيونج الموضوع اصلا مش فارق معاه كتير وعمال يسب لكيم طول اللجنه ومش فارق معاه الامتحان اصلا. وقرر بعد كده انه يقرب من الشاب المغرور اللي كان موجود في المستشفى واداله فرصه وسمع منه السبب في الحاله اللي هو وصل لها. وساعتها كيونج عرف ان الشاب ده اتنصب عليه في مبلغ كبير جدا، وده كان من واحد عنده كافيه للجيمنج. وقتها كيونج من غير تفكير قرر ياخد كيم وشويه من زمايلهم وراحوا للمكان ده وقدروا يستفزوا صاحبه لحد ما هددهم ان هو هيولع فيهم بالبنزين. بس طبعا اللي صاحب الكافيه ده ما كانش يعرفه هو ان الكلام كله متصور وان الشرطه موجوده قريب من المكان. والشرطه وصلت للمكان فعلا وقبضوا على صاحب الكافيه اللي اعترف بكل حاجه ورجع كل الفلوس للشاب اللي كان في المستشفى. وقتها لاحظنا قد ايه الشاب ده كان فرحان لدرجه انه اتكلم مع جي ومع اي حد كان ليه معاه موقف بايخ واعتذر لهم كلهم. وكمان اتبرع للمستشفى علشان تعمل كباين شاور للمرضى، وده لانه لاحظ ان الموضوع ده مش احسن حاجه في المكان. وكيونج وكيم بقوا فعلا بيعشقوا بعض وكل واحد منهم مش بيستحمل يعدي يوم من غير ما يتقابل مع التاني ويقضي معاه وقت طويل. لكن الكلام ده ما كانش عاجب ام كيونج، وعلشان كده كانت بتحاول على قد ما تقدر تطفش كيم. وسو كانت تقريبا فاقده الامل في الفصل بتاع كيونج كله، وده لان مفيش حد منهم كان موهوب ما عدا يونج. وعرفنا ان الشاب المغرور ده اسمه سونج اصلا، وان العلاقه بينه وبين ابوه مش احسن حاجه خالص. وعرفنا كمان ان عنده مرض مزمن وانه مضى اقرار يتبرع باعضائه بعد ما يموت. بس ابوه حس بتأنيب ضميره علشان كده راح يزوره وفضل يقنعه يرجع عن اللي في دماغه ووعده يفضل جنبه لحد ما يبقى كويس. ولكن المشكله ان ابوه كان رافض يستسلم للامر الواقع، وكان شايف ان الدكاتره كلهم غلط وابنه سليم وما عندوش اي مشاكل. بس دي طبعا ما كانتش الحقيقه، وعلشان كده سونج ما استحملش الضغط ده وهرب من المستشفى. وطبعا كده ام كيونج ما كانتش طايقه كيم، بس الوحيده اللي كانت دايما بترحب بيها هي جدته. وعلشان كده كيم من وقت للتاني كانت بتروح تزورها، وكمان ساعات كانت بتاخدها معاها على الموتوسيكل علشان تفسحها. ونتيجه الامتحانات ظهرت وطبعا درجات كيونج كانت زي الزفت، وعلشان كده الناظر بتاع المدرسه استدعاه في مكتبه وفضل يهزاه وقال له ان هو مستغرب جدا من الاختلاف الكبير اللي بين كيونج وبين اخته شي، وده لان درجاتها كانت كويسه جدا. لكننا لاحظنا ان كيونج مش مدي اي اهتمام للكلام بتاع الناظر، وعلشان كده
فضل يهاوده واخده على قد عقله، وبعدها ساب المكتب ومشى. وعرفنا ان سونج طلب يقابل كيونج، ولما اتقابل سونج فضل يتكلم معاه وقال له ان هو محتاج له يوصل رساله لابوه ضروري. وقتها كيونج احترم ده واخد الرساله ووصلها لوالد سونج. وبنعرف بقى ان سونج بلغ ابوه في الرساله انه خلاص بقى متاكد من الموت، وعلشان كده اكد على كل الدكاتره ياخدوا كل اعضائه ومضى اقرار على ده. وقال له كمان انه اكيد في الوقت ده هو مش هيكون موجود في الدنيا. بس الغريب ان والد سونج فجاه سمع صوت في البيت، ولما دخل اتفاجئ ان سونج موجود، وعرفنا انه قدر يسيب المستشفى قبل العمليه، بس حالته كانت متاخره جدا. ولما كيونج طلب من والد سونج انه يشيله علشان ينقذه، وقتها والد سونج صمم هو اللي يراعي ابنه ويعوضه عن كل الايام الصعبه. وشي وباركي مع الوقت علاقتهم بقت حلوه قوي، ولما شي طلبت منه يعلمها ركوب العجل بدا يعلمها فعلا. والموضوع كان صعب عليها في البدايه، بس مع الوقت مستواها اتحسن وبدات تسوق العجله لوحدها. وفي يوم كيونج اتفاجئ بالبلطجي اللي ضربه زمان في منطقته القديمه. والمشكله ان الولد ده فضل يهدد كيونج كتير قوي. وقتها كيونج كان محتار ومش عارف يعمل ايه، لحد ما قرر يتكلم مع جي ويعرض عليه المشكله اللي هو فيها. وجي لما سمع من كيونج طلب منه ما يقلقش خالص، ووعده يخلص له الحكايه كلها. وكل اللي ساله عليه هو الميعاد اللي البلطجي ده هيظهر فيه مره تانية. وقتها كيونج عرفه الميعاد فعلا، وجي استنى البلطجي، وبمجرد ما شافه اتكلم معاه بطريقه صايعه جدا، وحسسه انه كان في عصابه خطيره لدرجه ان البلطجي ده خاف، وحس ان كيونج بقى عارف مجرمين كتير، وعلشان كده قرر يختفي من حياته. ومن جانب اخر بقى كيم صحتها كانت كويسه، بس في الفتره الاخيره وبعد الاغماء اللي حصل لها فجاه قررت تعمل شويه تحاليل علشان تطمن على نفسها. وعملت التحاليل فعلا، والنتيجه بينت ان عندها فقر دم، ومحتاجه تظبط خطه تغذيه كويسه والا الموضوع هيتضاعف. وكيونج زعل جدا لما عرف الخبر ده وقرر يخلي باله منها. وسو اتكلمت مع اداره المدرسه وسالتهم عن التاريخ بتاع عيله يونج، وده عشان تقدر تراعيه نفسيا لانها شايفه فيه مشروع عازف شاطر. وقتها الاداره عرفوها ان علاقه يونج باهله ما كانتش احسن حاجه، وبالذات امه، علشان كده طلبوا منها تكون حنينه معاه دايما وتعوضوا عنها. وفي يوم شفنا كيونج وهو بيحضر شنطته علشان يكون معاها معظم الوقت، بس لما امه شافته خارج من البيت اتضايقت جدا، وبدا كالعاده يحور عليها وفضل يقول لها انه رايح مشوار مهم جدا علشان عمل انساني. يا عيني عليك وعلى طيبتك يا ابني. لكن امه ما اشترتش من الكلام ده، ولاحظنا ان في مدرس من الاداره معجب بسو. وفي يوم دخل عليها اوضه العزف وهي بتغني وبتعزف. وقتها سو اتحرجت جدا، لكن المدرس ده اتكلم معاها وقال لها ما تتكسفش لانه اساسا ما يعرفش اي حاجه عن البيانو. وفعلا لما جرب يعزف الموضوع كان مضحك جدا. ولاحظنا قد ايه يونج حساس اول درجه انه لما جه ناحيه الاوضه وشاف سو وهي قاعده مع المدرس حس ان هي مش فاضياله، وقرر ان هو ما يتمرنش في اليوم ده. وام كانت طول الوقت محافظه على ان موضوع تعب يين يفضل مستخبي على بنتها، بس طبعا كان مستحيل الموضوع ده يفضل سر طول الوقت. وعلشان كده في يوم بنتها رجعت بدري شويه من المدرسه، واتفاجئت ان امها موجوده في المستشفى. والمشكله ان البنت ما كانش عندها اي فكره ان امها تعبانه اساسا، وعلشان كده الموضوع كان صعب جدا عليها لدرجه انها فضلت تعيط. ويين فاقت شويه من التعب اللي كانت فيه، بس الغريب انها لما شافت بنتها وفهمت انها خلاص عرفت كل حاجه اتضايقت جدا، وفضلت تزعق لكل اللي حواليها وكانت طايحه. فبنتها حاولت تقرب منها، لكن يين كانت عصبيه جدا لدرجه انها ضربت بنتها كمان. والبنت انهارت وما كانتش عارفه تزعل علشان امها تعبانه ولا علشان ضربتها بالقلم قدام الناس. واصحابنا بقى الاتنين جوز العصافير كيونج وكيم وصلوا للمستشفى وحاولوا يهدوا بنت يين. ومع ان الموضوع كان صعب، وبعد ما البنت هديت ولو جزئيا كيونج وكيم قرروا يمشوا من المستشفى. بس بعد ما كيونج سلم على كيم فجاه حست انها دايخه وكانت تعبانه لدرجه انها ما قدرتش تنادي على كيونج. ويين فاقت وصحتها بدات تتحسن، واول حاجه عملتها انها حضنت بنتها وحاولت تهون عليها الوقت الصعب اللي عدى. وكيونج كمان اتفاجئ تاني يوم وهو في المدرسه ان كيم ما جاتش، ورغم انه دور عليها في كل مكان بس ما قدرش ان هو يلاقيها. وفي الوقت ده اساسا كيم كانت موجوده في بيت كيونج علشان تتكلم مع جدته، وبدات تحكي لها كل الاعراض اللي عندها علشان تستفيد من خبرتها. وساعتها الجده بقى قالت تعمل لها المشروب السحري، وقالت لها ان السبب في التعب اللي عندها غالبا مش حاجه وظيفيه، واكيد بسبب الهموم اللي هي شايلاها ولازم تخفف عن نفسها شويتين. احمد زي الحاج احمد وكله رايح يعني. وقتها كيم حست ان الكلام مقنع فعلا، وقررت تقعد شويه مع جده كيونج وتتكلم معاها كتير، وفضلت تقول لها قد ايه هي بتحبها وان وجودها في حياتها فعلا مهم. وبعد شويه خرجت دبدوب صغير معاها من الشنطه وادته للجده. وطبعا الموضوع كان غريب ومضحك وفي نفس الوقت بالنسبه للجده كمان، وده لانها كانت اول مره في حياتها حد يديها دبدوب. بس ورغم غرابه الموضوع اخدت الدبدوب وربطته في الشنطه بتاعتها. وتاني يوم في المدرسه كيونج الدنيا بالنسبه له كانت على العادي، وعلشان كده فضل يهزر ويتكلم مع زمايله زي كل يوم. وفجاه كيم وصلت المدرسه، ولما شافت الدنيا جميله مع كيونج قررت انها تمشي. بس قبل ما تمشي زميل كيونج لفت نظره ان كيم موجوده، وساعتها صاحبنا ساب كل حاجه كان بيعملها وجرى وراها وفضل يسال عن السبب اللي خلاها غابت. وبالليل بعد ما كيونج رجع البيت اتقابل مع جدته اللي حكت له انها اتقابلت مع كيم وانها تعبانه شويه بس الموضوع مش خطير. ووقتها كيونج فهم ان كيم زعلانه لانه ما اهتمش بتعبها. وطبعا
وطبعا زي ما احنا عارفين المقولة الأبدية الاهتمام ما بيطلبش، وعلشان كده ومن غير تفكير راح لها عند البيت وفضل يقول لها ان هو بيحبها وطلب منها ما تزعلش. والمدرسة قررت تعمل حفلة بمناسبة خروج يين من المستشفى، وفعلا مراسم الحفلة بدأت وشفنا يونج وهو بيغني ولاحظنا ان اداؤه اتطور جدا. وبعدها اشتغل فيديو مؤثر للرحلة بتاعة علاج يين، وشفناها وهي بتعيط ومتأثرة جدا من الفيديو، والموضوع كان مؤثر جدا لدرجة ان انا كنت اعيط يا عزيزي المشاهد، وعمالة تشكر بنتها كمان وتعتذر لها انها زعلتها في يوم من الايام، وكل حاجة كانت ماشية تمام. بس فجأة كيم حست بتعب مفاجئ مرة تانية. كيم دي قاتلة المتعة يا عزيزي المشاهد، وعلشان كده خرجت من القاعة وكانت دايخة جدا، وكيونج خرج وراها وفضل يطمن عليها، ولاحظنا انها جات لها رسالة على تليفونها من المعمل علشان تروح تاخد نتائج التحاليل، وعرفنا ان تعب كيم مش بسيط زي ما كانت معتقدة وانها عشان شايلة الهم يعني، وعشان كده راحت للدكتور اللي قال لها انها محتاجة فحوصات اكتر على المخ واحتمال يكون عندها مرض خطير. ووقتها كيم حست انها مكتئبة جدا وفضلت تعيط. وفي يوم الجدة كانت ماشية في الشارع وفجأة لقت كيم واقعة على الارض والناس ملمومين حواليها، وساعتها الجدة فوقتها وراحت معاها البيت. والجدة لما دخلت بيت كيم اتفاجئت انها عايشة لوحدها، وعلشان كده قررت تاخدها تعيش معاها في نفس البيت، بس تقريبا ما فكرتش في حوار انها حبيبة حفيدها يعني. وطبعا اكتر حد كان فرحان من الموضوع ده هو كيونج، اللي اتبسط قوي ان كيم هتبقى موجودة معاه قدامه طول الوقت. وكيم راحت فعلا علشان تعيش معاهم وبدأت تندمج وتتعود على الوضع بسرعة، وكل يوم تقريبا صاحبات جدة كيونج كانوا بيروحوا لها يلعبوا معاها كوتشينة، ودي كانت تعتبر الفقرة المفضلة بتاعت كيم، وده لانها كانت بتحس ان الناس دول قلبهم ابيض وفعلا بيحبوها بجد، وعشان كده كل يوم كانت بتلعب معاهم. وكيونج حس ان المفروض ما يسيبش كيم لوحدها في حياتها، وعلشان كده في يوم اخد منها تليفونها وتحجج لها باي حجه، ولاحظنا انه اخد رقم امها من على تليفونها وبعت لها رساله ان بنتها تعبانه ومحتاجه رعايه. ولاحظنا كمان ان الدنيا بين كيونج وكيم بقت رومانسيه تاني، لدرجه ان شخصيه كيونج اتغيرت كتير قوي عن الاول، والموضوع وصل لدرجه انه بقى بيكتب جوابات رومانسيه والكلام بقى على كبير. وشي قررت تطلع روح الحربايه اللي جواها وما بقتش مبسوطه ان كيم عايشه معاهم في البيت، وعلشان كده كانت بتحاول تضايقها على قد ما تقدر، لكن كيم كانت طيبه جدا وما اعتبرتش ان التعامل بتاع شي ده مضايق اساسا. بس اللي زود غيرة شي من كيم وخلاها على اخرها هو ان جدة كيونج بقت بتتعامل مع كيم وكانها هي فعلا حفيدتها مش شي، وده لان كيم كانت طيبه قوي مع جدة كيونج وكانت بتعمل لها اي حاجه تريحها، وحتى وقت النوم اللي شي كانت بتتضايق فيه من جدتها كيم كانت بتعمل عكس كده تماما، وكل يوم كانت بتنام في حضن جدة كيونج. ولما في يوم كيم تعبت الجده زعلت عليها جدا وفضلت تعمل لها علاج طبيعي علشان تتحسن. وقتها شي حست ان خلاص ما بقاش في فايده والموضوع ضايقها لدرجه انها بدات تمثل انها تعبانه علشان تاخد اهتمام الكل. ومن جانب اخر بقى قوم طلبت من كيم ان هم يتقابلوا، ودي طبعا حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لكيم اللي كانت واثقه ان مش بتطيقها اساسا. فقوم بدات تتكلم معاها وقالت لها بصراحه انها خايفه كيم تكون حامل من كيونج، ولاحظنا قد ايه متوتره جدا بسبب الموضوع ده، لكن كيم كانت هاديه وقالت لها ان الحكايه كلها بسبب شويه تعب عندها والموضوع ملوش علاقه بالسكه دي خالص، والعيال محترمين على الاخر يعني. وقتها بس ون حست انها هاديه وحاولت تفتح اي موضوع مع كيم اللي مرضتش تحرجها وفضلت تتكلم معاها بشكل كويس رغم ان العلاقه بينهم اساسا مش احسن حاجه. بس بعد شويه كيم حست ان اون واحده كويسه وكل الحكايه انها خايفه على ابنها بزياده، وعلشان كده قررت تكسبها هي كمان. ومشيوا هما الاثنين وهما ماسكين ايد بعض والدنيا بقت احسن بينهم كتير. وكل المشكله بالنسبه لكيم كانت في شي اللي كل يوم كان بيعدي كانت بتبقى مش طايقه كيم اكتر من اليوم اللي قبله. وفي يوم لما شي حست ان امها هي كمان دخلت على الخط وبقت بتحب كيم قالت لنفسها ان الموضوع ده مش هينفع، وعلشان كده طلعت كل الغل اللي جواها وفضلت تتكلم بطريقه وحشه جدا مع كيم قدام كيونج وقدام امها وجدتها. ولما كيونج حاول يقول لها ان الطريقه دي مش كويسه وقتها شي اتكلمت معاه هو كمان بطريقه وحشه، وقتها كيم قررت تتعامل بالوش التاني مع شي، وعلشان كده قالت لها انها عاوزه تتكلم معاها يعني بره البيت واخدتها شويه يعني علشان يتصافوا، ومن غير اي تفاهم جابتها من شعرها وفضلت تزعق لها. والغريب بقى ان من بعد الحوار ده لاحظنا ان شي طريقه معاملتها اتغيرت 180 درجه مع كيم، ومن الواضح كده ان ملهاش غير العين الحمراء وتاخد على دماغها. ونروح بقى للمدرسه اللي قررت بعد كده انها تعمل معسكر للطلاب، وشفنا قد ايه شي بتعمل الف حساب لكيم وبتخاف تعمل اي حاجه تضايقها. وعرفنا ان جده كيونج اعراض الشيخوخه بدات تظهر عليها، واهلها لاحظوا ان بدا يبقى عندها زهايمر كمان، والمشكله انها في يوم خرجت من البيت من غير ما اون تاخد بالها، والجده كانت عاوزه تروح المستشفى اللي اون شغاله فيها، وطبعا بسبب الزهايمر ما كانتش عارفه توصل للمستشفى ولا فاكره طريق البيت كمان. واون اكتشفت الموضوع وحست انها متوتره خالص، والمشكله الاكبر بالنسبه لها هي ان كيونج وكيم وشي وسو كلهم اساسا مش موجودين في البيت، والشباب في المعسكر قرروا يسلوا وقتهم وبداوا يلعبوا ريست ضد بعض. وفي نفس الوقت ده كيم كانت قاعده بتكتب جواب رومانسي علشان تديه لكيونج، وشي قررت تستغل ان كيونج مش واخد باله ومشغول مع اصحابه، وراحت لكيم وفضلت تقول لها ان مهما حصل فهي هتفضل بتكرهها وانها انسانه انانيه. ومن وقت ما جت البيت وكل اللي موجودين فيه قلبين على شي، بس المشكله ان الكلام كان مؤلم جدا بالنسبه لكيم، وعلشان كده انهارت وفضلت تعيط. وام كيم
كيم اتصلت بكيونج وسالته لو هو اللي بعت لها الرساله ولو الكلام اللي في الرساله ده مظبوط فعلا، وبنتها تعبانه لما اتاكدت ان الكلام فعلا بجد اتنرفزت، وطلبت من كيونج ما يتصلش بيها مره تانية مهما حصل. وكيونج عرف بعد كده اللي حصل لجدته، علشان كده بلغ كيم وشي اللي خافوا جدا وسابوا كلهم المعسكر وفضلوا يدوروا على جدتهم في كل مكان، ودوروا عليها وقت طويل جدا وما كانش فيه اي فايده. وفجاه لقوا عربيه وقفت قدام باب البيت والجده نزلت منها. والمشكله الحقيقيه في تعب الجده هي انها كانت عنيده جدا ورافضه تصدق انها بتنسى او ان عندها اي مشكله، وده زي معظم حال الناس الكبار في السن، وده طبعا كان مخليها معظم الوقت بتتصرف من دماغها وبتتورط في مشاكل كتير. واكتر حد كان متاثر بالموضوع ده هي اون اللي اتكلمت مع امها وفضلت تعيط وقالت لها انها بتحبها ومش عاوزاها تعمل كده فيها، وفضلت تترجاها ما تنزلش من البيت بعد كده غير لما تقول لها. لكن الجده ما كانتش شاغله بالها بكل الكلام ده وسابت بنتها تهري زي ما هي عاوزه. وعرفنا بعد كده مفاجاه حزينه جدا، وده لان التشخيص بتاع اشعه المخ الخاص بكيم اثبت ان عندها كانسر في المخ. والمفاجاه الاكبر بقى هي ان ابوها مات بنفس المرض. وكيم واجهت الخبر ده من غير زعل وحاولت تكون هاديه، واتكلمت مع شي وعرفتها انها مش هتكمل معاهم في نفس البيت، وفضلت تفهمها ان المشاكل الصغيره اللي كانت بينهم مش هي السبب. وأون راحت المستشفى زي عادتها، وهناك الدكتور بلغها ان في بنت لسه واصله عندها كانسر في المخ، واختارتها هي علشان تبقى الممرضه المشرفه عليها. وأون دخلت الاوضه وصدمتها كانت كبيره جدا لما عرفت البنت دي تبقى كيم. وقتها أون حست ان قلبها وجعها فعلا، وبقى ضميرها مأنبها على كل مره اتعاملت فيها بشكل وحش مع كيم. وكيونج بقى فقد الشغف في كل حاجه في الحياه، وبقى بيروح المدرسه بس لانها بتفكره بكيم، لكن من جواه ما كانش عاوز يعمل اي حاجه في الدنيا. وأون غصب عنها كانت بتقضي طول الوقت في البيت وهي سرحانه ومش مركزه في اي حاجه، وده لانها في حيره كبيره جدا ومش عارفه تتصرف ازاي في الموقف اللي هي فيه. ومن جانب اخر بقى جي اتقابل مع كيم اللي كان معاها في نفس المستشفى، وقال لها انه عارفها وعارف انها حبيبه كيونج، وفضل يدردش معاها شويتين. وأون قررت تخبي الموضوع على كيونج لانها كانت واثقه انه ممكن يروح فيها، بس من الناحيه التانيه بقى بتتعامل مع كيم وكانها بنتها، وحاولت تخلي المستشفى مكان مريح بالنسبه لها. ولكن طبعا مع مرور الوقت كيونج كان هيتجنن، وده لانه مش قادر يوصل لكيم رغم انه حاول يعمل كده كتير. وفي يوم حس انه خلاص فقد صبره، وعلشان كده راح لأم المستشفى وفضل يسألها عن كيم، لكنها قالت له انها ما تعرفش عنها اي حاجه. وطبعا كيم في الوقت ده كانت في اوضتها سامعاه وحست فعلا قد ايه هو بيحبها. والايام فضلت تعدي وكيونج مش قادر يوصل لصاحبتنا، ولانه حاسس ان امه مخبيه عليه حاجه قرر يعمل اضراب عن الاكل في البيت لحد ما يقولوا له اي معلومه. وفضل مصمم على الحوار بتاع الاضراب ده كتير، ورغم انه حس بالتعب لكنه فضل يقاوم علشان اي حد يبلغه بمعلومه عن كيم. فجدته حاولت تهون عليه شويه وتنسيه، وطلبت منه يعلمها نطق شويه كلمات ما كانتش تعرفهم. وقتها كيونج بدا يعمل كده فعلا وتلهى مع جدته شويه. ورغم ان صاحبنا كان بيروح المدرسه كل يوم تقريبا متاخر، بس الموضوع كان شاغل باله لدرجه انه في يوم راح المدرسه واكتشف وهو على البوابه ان اليوم ده اجازه. وقتها كيونج قرر يرجع البيت، بس وهو في الطريق حصلت له اكتر حاجه كان نفسه انها تحصل له من زمان، وده لانه بالصدفه يعني قابل كيم يا عزيزي المشاهد يعني، فحضنها وقال لها انها وحشته جدا. لكننا لاحظنا ان كيم بسبب تعبها مشاعرها بقت هاديه اكتر من الاول بكتير، ورجعت معاه البيت وقالت له ان كل اهلها وحشوه. ولاحظنا ان الوحيده اللي كانت متفاجئه من رجوعها البيت طبعا هي أون. ورغم العلاقه الوحشه اللي كانت معظم الوقت بين كيم وشي، لكننا لاحظنا ان شي غيرت من نفسها كتير وبقت بتتعامل معاها كويس كمان. وفي يوم كيونج كان راجع البيت ومش شاغل باله باي حاجه، وفجاه لقى امه ماسكه عصايه وايديها فيها الشهادات اللي كيونج كان بيضربها، وعرفت انه لسه لحد دلوقتي بيحور عليها في درجاته كمان. وطبعا كيونج وقتها حس ان الحوار خلاص اتكشف وان اكيد هياخد على دماغه، وكان وقتها امه ناويه تعمل منه بطاطس محمره. بس فجاه كيم ظهرت وقالت له ان لازم تتكلم معاه في حاجه ضروري. وكيونج كان متوقع انها تتكلم معاه كلام رومانسي، بس مش ده اللي حصل خالص، لانها فضلت تقول له انها فتحت شنطته ولقتها مليانه حاجات معفنه، واستنتجت ان هو انسان مهمل ومش هينفع يعيش حياته كده. وعلشان كده كيونج قرر يتكلم اكتر مع جي اللي لاحظ ان هو بيفهم وكمان عنده معلومات كتير عن البنات، واتكلم معاه فعلا وطلب منه نصيحته علشان يبان جنتل دايما قدام كيم. وفي يوم كل حاجه كانت ماشيه كويس، بس فجاه كيم فقدت وعيها، وساعتها أون اتصلت بالدكتور المسؤول عنها في المستشفى وشرحت له الوضع. وقتها الدكتور ادالها شويه تعليمات، ولما أون عملتها كيم اتحسنت، وشي بقت حاسه ان الوضع بتاع كيم مش طبيعي، وعلشان كده بقت متعاطفه معاها جدا وتحولوا من اعداء لاعز اصحاب. وجي نصح كيونج شويه نصايح عن التخاطر، بس لما كيونج حاول يطبق شويه حركات قدام كيم الموضوع كان شكله اهبل جدا، وكيم ما بقتش فاهمه منه اي حاجه وبتقول ايه الواد العبيط ده. وكيونج قرر انه يذاكر المواد اللي بيسقط فيها لانه كان عاوز يحسن صورته قدام امه وكمان قدام كيم. وفعلا بدا يذاكر، بس الموضوع بالنسبه له كان صعب، وعلشان كده حاول يغش في الامتحان، بس المدرس كان قاطع عليه وكشفه. وفي يوم شي وبارك كانوا قاعدين مع كيونج وكيم، ولما جت سيره الارتباط وقتها شي قالت لاول مره انها هي وبارك مرتبطين. وكيونج رغم انه لحد دلوقتي ما كانش يعرف ايه المشكله الصحيه اللي عند كيم، لكنه حاول طول الوقت
الوقت يبقى جنبها ويخليها مبسوطه. وفي المدرسه كيونج كان بيحاول على قد ما يقدر يكون ملتزم ويحسن مستواه، ورغم ان موضوع المذاكره ده كان صعب عليه لانه واد فاشل اصلا. والجده كانت طول الوقت مبسوطه ان كيم معاهم، وعلشان كده كانت بتعاملها كويس هي كمان. وفي يوم شي اتكلمت مع كيم وسالتها لو هي تعبانه او بتاخد علاج لحاجه معينه، ورغم ان كيم كانت متاثره شويه لكنها كدبت عليها وقالت لها ان ده مش مظبوط. وصاحبنا قرر يعمل لكيم اي حاجه هي بتحبها، وعلشان كده في يوم اخدها وخلاها تلبس باروكه وتتصور زي الممثلين والنجوم، خصوصا بعد ما عرف انها نفسها في حاجه زي كده من زمان. وطبعا كيم ورغم ان كيونج كان بيعمل لها كل حاجه تفرحها لكنها طول الوقت ضميرها كان مأنبها، ومش عارفه لو كان الصح انها تخبي ولا المفروض تشارك كيونج في المرض اللي عندها. ولكن الدنيا بينهم بقت رومانسيه جدا من تاني وكل حاجه كانت ماشيه تمام. بس في يوم كيم جالها تليفون من امها، والست بدل ما تسالها عن احوالها فضلت تقول لها انها زهقت من مصاريفها ولازم كيم تتصرف لانها مش هتفضل تصرف عليها يعني طول العمر. وطبعا وقتها كيم ما كانتش ناقصه ضغط، وعلشان كده انهارت وقالت لها ان عندها مرض خطير وكده كده هتموت قريب، وفضلت تعيط. وبعد الموقف ده اول حد جه في بالها انها تروح تشتكي له هي جدة كيونج، اللي لاحظنا ان الزهايمر اتمكن منها لكنها كانت لسه حنينه زي ما هي. وعلشان كده فضلت تهدي كيم وقالت لها ان كل حاجه هتتحل. اخطر حاجه في حاله كيم هي ان وضعها ما كانش مستقر، وده لان المرض مع الوقت بيتمكن من خلايا المخ. هو في يوم كانت في المدرسه والدنيا ماشيه طبيعي، بس فجاه حست انها بدات تتعب وساعتها شي لاحظت ده، وعلشان كده لما كيم خرجت من الاوضه شي راحت وراها. وطبعا كيونج كان مستغرب جدا من المنظر اللي قدامه، وده لانه عارف ان شي مش بتطيق كيم اساسا. فصاحبتنا اتصلت بامها اللي اتواصلت مع الدكتور المسؤول عن حاله كيم، ولما شي عرفت الاجراءات اللي المفروض تعملها وفهمت اللي عند كيم دي نوبه تشنجات بسبب التعب اللي عندها، وقدرت تعمل اللازم والموضوع خلص وكيم فعلا فائد. وكيونج كان عمال يدور عليهم لكنه مش عارف يلاقيهم اصلا، ولما قدر يلاقي كيم كانت اتحسنت وكل حاجه بقت طبيعيه. بس اللي ما كانش طبيعي بالنسبه لكيونج هو انه كان حاسس طول الوقت ان في حاجه بتحصل جوه البيت هو الوحيد اللي ما يعرفش عنها اي حاجه، وده لان كل اسرته تقريبا بقوا عارفين حاله كيم او عارفين على الاقل ان عندها مرض خطير ما عدا هو. ودي طبعا حاجه كانت ضغط على اون اللي كانت واثقه ان كيونج لما يعرف انها خبت عليه طول الوقت ده هيزعل منها جدا. وفي يوم كيم كانت سايبه تليفونها مع كيونج، وفجاه مامتها اتصلت بيها، ولما كيونج رد عليها امها قالت له ان انت اكيد تبقى حبيبها. فكيونج اكد لها المعلومه، وساعتها ام كيم سالته عن امه. وطبعا كيونج وقتها استغرب جدا لما عرف ان ام كيم مديه ميعاد لامه، بس اللي كان غريب اكتر بالنسبه له هو ان ام كيم فضلت تتكلم عن تعب بنتها. وساعتها كيونج قدر يربط كل الاحداث ببعض وراح المستشفى اللي كيونج موجوده فيها. وفي نفس الوقت ده ام كيونج اتقابلت مع ام كيم، ووقتها ام كيونج لاحظت قد ايه ام كيم ما عندهاش دم اصلا، وده لانها ما كانتش شاغله بالها بتعب بنتها على قد ما كانت بتفكر في مصاريف العلاج. وعلشان كده ام كيونج قالت لها ما تشغليش بالك باي حاجه، وادت لها كلمتين في جنابها وفضلت تاكد لها انها هتفضل مخليه بالها من كيم لحد اخر يوم في عمرها. وطبعا كيونج في الوقت ده كان حاسس ان هو في كابوس ومش مصدق اي حاجه من اللي بتحصل، وما كانش عاوز حاجه غير انه يفوق منه. وده بعد ما عرف واتاكد خلاص ان كيم عندها كانسر في المخ، وانهار بعدها وكان مستعد يخسر امه. ولما شافها فضل يلومها وهو بيعيط، وكان عمال يسالها عن السبب اللي خلاها تخبي عنه تعب كيم طول الوقت اللي فات. وصاحبنا بعدها قضى اصعب ايام عدت عليه في حياته، وما فيش اي حاجه خرجته نسبيا من الوضع ده غير لما كيم نفسها فاقت شويه وبدات تتكلم معاه، وكمان اقنعته انها كويسه وهتبقى زي الفل. وعرفنا بعدها ان المدرسه عامله التدريب بتاع الجنازه والتابوت والمره دي الدور على كيم، وعلشان كده كيم بسبب مرضها واحساسها ان النهايه ممكن فعلا تكون قريبه قررت انها تخلي الجنازه وكانها حقيقيه، ولبست اشيك فستان عندها وطلبت من كيونج يلبس بدله شكلها حلو. والمراسم بدات وكيم اتكلمت في المايك وقدام كل زمايلها، وقالت كلام مؤثر جدا على الموت وان ساعات بيكون كويس، وقالت كمان ان عمره ما بيكون نهايه اي علاقه حب حقيقيه. وطبعا اكتر حد اتاثر بالكلام ده هو كيونج اللي ما قدرش يحبس دموعه، وحتى بعد ما المناسبه خلصت كيونج كان حاسس ان هو مش قادر يتجاوز الموضوع. وفي يوم كيونج كان قاعد وفجاه شي دخلت عليه الاوضه وقالت له ان لازم يزور كيم ضروري. وقتها كيونج حس ان قلبه هيقف وفكر ان كيم جرالها حاجه، وراح المستشفى بسرعه جدا. وهناك سمع كيم وهي بتتكلم مع امه وعماله تقول لها انها مقتنعه بقرار الرجوع لمدينتها، وانها لازم تسيب الريف لانها بقت محتاجه رعايه من نوع خاص، وطالما امها هتراعيها يبقى رجوعها مدينتها افضل. وفضلت كمان تقول انها عاوزه لو نهايه المرض ده موتها ما تكونش موجوده في مكان قريب من كيونج. وطبعا صاحبنا لما سمع الكلام ده اتاثر جدا والموضوع بقى اصعب كمان، لكنه في النهايه حس ان الافضل يسيب كيم تاخد القرار اللي يريحها. وام كيم اخيرا بقى عندها شويه دم، وعلشان كده قررت تروح بعربيتها وتاخد كيم علشان تعيش معاها وتبدا تراعيها. والموضوع كان مؤثر جدا، وشفنا كيم وهي بتودع الجده ومشيت شويه، وساعتها كيونج حس ان الموضوع بقى صعب اكتر، وجرى باقصى سرعته وحضنها وقال لها ان مهما حصل هيفضل يحبها طول عمره. ورغم ان العلاقه بين شي وكيم طول الوقت كانت سيئه جدا، لكن بارك لاحظ قد ايه شي متاثره قوي ان كيم ما بقتش معاهم، لدرجه انها كانت بتعيط كل يوم تقريبا. وما عداش وقت طويل وام كيم اتصلت بكيونج
كيونج وكانت منهارة وعمالة تعيط. وساعتها طبعا كيونج فهم اللي حصل وعرف ان كيم حبيبته توفت وحاول يعيط وقتها بس ما كانش فيه دموع راضية تنزل، وكل اللي كان حاسس بانه هو عاوز ينام ويهرب وعلشان كده عمل كده فعلا. وفضل طول الليل حاسس ان الزمن واقف وكأن الدنيا انتهت، وكل اللي حواليه حرفيا كانوا مشفقين عليه جدا وعارفين ان دي ممكن تكون نهايته كمان. وصاحبنا حاول على قد ما يقدر يتجاوز الموضوع بس الحكاية كانت اصعب مما هو متخيل، وده لان كيم كانت سايبة ذكرى في كل مكان وكل تفصيلة في يومه. وفي المدرسة كل زمايله كانوا بيحاولوا ان هم يساعدوه، لدرجة ان هو في يوم لما المدرس قرر يعاقبه علشان نايم في الحصة وقتها كل زمايله في الفصل تقريبا قرروا ياخدوا معاه نفس العقاب، وده كان نوع من التضامن والدعم يعني لصاحبهم. وبعد الجنازة كيونج جات في باله فكرة، وهي انه يروح عند الشجرة اللي شاف عندها كيم اول مرة. ولما وصل هناك لاحظ ان التراب اللي على الارض مش مترتب وكأن حد كان حافر، وساعتها كيونج قرر يحفر هو بنفسه ويشوف ايه اللي هناك. وقتها اتفاجئ ان كيم كانت دافنة ازازة جواها رسالة وكمان الخاتم اللي ضاع منها زمان، وقالت له في الرسالة دي قد ايه هي بتحبه وقد ايه حياتها بقت جميلة بعد ما هو ظهر فيها. والكلام كان مؤثر جدا لدرجة ان كيونج فضل يعيط كتير. هو في المستشفى شفنا مغني مشهور جدا قرر يروح يزور المكان، وبنعرف قد ايه هو مشهور وكل المرضى كانوا عاوزين ياخدوا معاه صورة، لكننا في نفس الوقت لاحظنا برضو ان هو بيمثل الاهتمام بالمرضى، لكن ده مش حقيقي واصلا زيارته للمكان مجرد شو لما لايكات على السوشيال ميديا وخلاص. والزهايمر مع الوقت بدأ يتمكن اكتر من جدة كيونج، وعلشان كده كانت طول الوقت تقريبا ناسية كل حاجة، ودي طبعا حاجة خلتها محتاجة رعاية اكبر من اللي حواليها. وبعد ما كيم اختفت من حياة كيونج وقتها كيونج قرر يقرب اكتر من شيء، ورجعوا لرحلتهم القديمة اللي كانوا بيعملوها كل يوم وهم رايحين المدرسة. ورغم ان الوقت عدى ومعظم اللي حوالين كيونج كانوا حاسين انه خلاص بقى تمام، لكن دي ما كانتش الحقيقة، وده لان كيونج كان شايف كيم في كل حاجة حواليه، وحتى لو مبين من بره ان هو تمام فده على عكس الحقيقة تماما. وفي يوم وصل لقون ام كيونج طرد فيه ورق شكله غريب، ورغم انها استغربت شوية من الموضوع لكنها قررت تفتح الورق علشان تشوف ايه اللي جواه. وعرفنا ان المغني اللي في المستشفى اسمه تاي، وكمان كان موجود في المستشفى اساسا علشان يزور مراته اللي هو منفض لها من زمان وخصوصا بعد ما اتشهر. وكيونج كان مراقب كل حاجة وحاسس ان تاي طول الوقت بيمثل وبيحاول يعمل نفسه مشغول بالناس، لكن دي مش الحقيقة. وعلشان كده فضل يفتش في الحاجات اللي موجودة في أوضة مراته لحد ما لقى وعاء نحاس شكله غريب. وقتها كيونج سأل مرات تاي عن الوعاء ده، والست بدأت تحكي الحكاية وقالت له ان هم كانوا بياكلوا فيه زمان ايام ما تاي كان لسه محدش يعرف عنه حاجة. فكيونج قرر يوري تاي الوعاء ده، وزي ما هو كان متوقع فاساسا تاي ما كانش فاكره، لكن كيونج فضل يفكره بايام الكحرطة واحرجه وطلع شكله قدام نفسه زي الزفت. وقتها فعلا تاي اتكسف من نفسه وقرر يبقى قريب من المرضى لانه اكيد جزء من جمهوره اللي عملوه في يوم من الايام، وعلشان كده اتعامل معاهم من غير غرور وفضل يغني لهم كل الاغاني اللي هم عاوزينها. وبنرجع مرة تانية لقون وشفناه وهي بتاخد الورق اللي كان شكله غريب، وعرفت من خلال الورق ده ان جوزها مات، لكنها لما شافت الورق ده اتأثرت اكتر وفضلت تعيط بشكل هستيري، وحاولت ان صوتها ما يكونش عالي علشان شي وكيونج ما يسمعوش حاجة. بس في نفس اليوم كيونج وشي شافوا الورقة واكتشفوا ان جواها CD، ولما شغلوه لقوا فيديو لابوهم وهو عمال يتكلم معاهم وكأنه لسه موجود، وحسوا من كلامه قد ايه كان بيحبهم قوي وبيحلم باليوم اللي هيرجع فيه البيت علشان ياخدهم في حضنه. واتأثروا جدا وفضلوا يعيطوا هما الاتنين. ولاحظنا ان الموضوع اثر اكتر في شي، وده بقى واضح جدا عليها في المدرسة لدرجة انها اوقات كانت بتسيب الفصل وتخرج علشان تعرف تعيط براحتها. وكيونج لاحظ ان ابوه في اخر الفيديو كان بيقوله ان عاوز يرجع علشان يعملوا كلهم رحلة عائلية مع بعض، وعلشان كده كيونج اقترح على امه واخته ان هم يعملوا كده، بس امه قالت له ان الفكرة دي مستحيلة، وده بسبب حالة جدته اللي بقت متأخرة جدا، وده بسبب الزهايمر برضه يعني، وبالتالي لو خاطروا مخاطرة زي دي ممكن يكون جدتهم تضيع منهم ويفضلوا ندمانين باقي عمرهم. وقتها كيونج حس ان الكلام مقنع فعلا، وعلشان كده قرر يصرف نظر عن الموضوع. ولاحظنا ان العلاقة بين كيونج وشي بقت اقوى من الاول بكتير، وده لانهم حرفيا ما بقاش فاضل لهم غير بعض. وكيونج بدأ يفكر في الموضوع بتاع موت ابوه بشكل مختلف، وطلع كل الورق اللي كان موجود مع CD، وقرر يبقى امتداد لابوه بالشكل اللي يخليه فخور بيه حتى لو مش موجود معاه. وعلشان كده بدأ يتعرف اكتر على شخصية ابوه من كل اللي كانوا حواليه لما كان موجود، وحاول يقلده في كل حاجة، وكان حاسس وقتها انه كده بيعمل حاجة تفرح ابوه. بس الميزة بقى في الموضوع ده هو ان كيونج لما بدأ يقلد ابوه جدته الذاكرة بتاعتها اتحسنت جدا، واعراض الزهايمر تقريبا اختفت خالص، وده لانها بتحب ابو كيونج جدا. وبعد ما الجدة حالتها اتحسنت ام كيونج قالت لهم ان هم فعلا ممكن يعملوا الرحلة اللي نفسهم فيها، وساعتها صاحبنا فرح جدا وبدأوا رحلتهم وكانوا مبسوطين وعملوا كل حاجة كان نفسهم فيها واتبسطوا على الاخر. ورغم ان كيونج فقد اكتر 2 غاليين على قلبه، لكنه كان دايما حاسس ان الموت عمره ما كان النهاية، لان الحب قادر يعدي كل الحدود. وشفناه وهو بيفتكر اخر مرة شاف فيها ابوه وهو طفل صغير، وافتكر كويس قوي انه في اليوم ده كان تعبان وابوه كان جنبه وكان عمال يحضنه ويبوسه وقلقان عليه جدا. وكمان افتكر كل ذكرياته مع كيم من اول
لما ظهرت في حياته، وكمان خلته اسعد حد في الدنيا لحد ما ماتت وسابته. لكن ورغم صعوبة كل ده كيونج كان حاسس ان حبيبته وابوه دايما جنبه ومعاه، ومن هنا حسينا ان صاحبنا اتطور جدا وما بقاش طفل صغير زي زمان، وتفكيره كمان اتقدم وبقى اخيرا قد المسؤولية، ودلوقتي نقدر نجوزه عزيزي المشاهد. انا بهزر طبعا، وهنا بينتهي المسلسل بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو انت بتتفرج على القناة ولسه مشتركتش فياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات، واقدر اقول لك دلوقتي مع السلامة.